ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده قصة حلوة اوي اوي اوي. بس قبل ما نبدأ قصتنا النهارده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. نرجع بقى لحكايتنا. كان ولدين اسمهم ويلبر وورفيل رايت. كانوا بيحبوا يلعبوا مع بعض ويخترعوا حاجات جميلة جدا. وأول لعبة حبوها طيارة ورق بس صغيرة. من هنا بدأت الحكاية. الاتنين كانوا بيقعدوا يتفرجوا على الطيور وهي بتطير، ويقولوا ازاي جناحهم بيرفرف وازاي بيطلعوا لفوق. من كتر ما كانوا بيفكروا قالوا ان احنا نخلي الناس تطير. جربوا كتير واتزحلقوا كتير ووقعوا في الرملة واتجرحوا، بس تسلموا. كل يوم بيصلحوا ويحسنوا في الطيارة. الأول عملوا طيارة بتشتغل بالهواء. كانوا بينزلوا مكان اسمه كيتل هوك. ده مكان كله رياح عشان يجربوا الطيارات الورقية الكبيرة اللي بيصمموها. بس قالوا احنا عايزين طيارة تمشي لوحدها، وقعدوا يبنوا موتور صغير خفيف. ولما ركبوه في الطيارة حصلت المفاجأة. يوم 17 ديسمبر سنة 1903 وورفيل قعد جوه الطيارة. ويلبر وقف يعد 1 2 3. الطيارة طارت. أول مرة في التاريخ الإنسان يطير بآلة. اللحظة دي العالم كله اتغير وبقى في سفر وسياحة وطيارات حربية وطيارات ضخمة بتشيل آلاف الركاب. وكل ده بدأ بحلم أخين صغيرين ولعبة طيارة ورق. لو عندك حلم مهما كان غريب ما تستسلمش. كل اختراع كبير بدأ بفكرة صغيرة. تعملوا لايك واشتراك في القناة. حلمنا إن قناتنا تكبر وتبقى أحسن قناة صناعة محتوى، وده مش يحصل غير بيكم. استنونا الحلقة الجاية. باي باي.